السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الجيماروك. تحدث الإمام الجزائري وليد مهساس لأول مرة عن حادثة القطة والتي جابت العالم وفاقت المليار من المشاهدات. وقال الإمام في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك أن حادثة القطة كانت عفوية متمنية أن تبقى كذلك. وكان قد انتشر مقطع فيديو عفو للإمام من صلاة التراويح قبل أن تقترب منه قطة وتصعد على كتفه وتقبله في لقطة أسرت قلوب الملايين عبر العالم. وشكر الإمام في البداية جميع إخوانه وأخواته في العالم الإسلامي وغيره على إحسانهم الظن فيه. وقال الإمام أن الحادثة كانت عفوية في لحظتها متمنيا أن تبقى كذلك، مشيرا إلى أن ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وغيرها من المخلوقات. وأكد الإمام أنه لم يدلي بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية ولن يقوم بذلك، لأن الأمر عادي وعفوي ولا يوجد ما يستدعي الحديث عنه. كما حذر الإمام كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لن يسامحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض شرعا وقانونا. هذا واستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي صباح اليوم السبت من مقر الوزارة فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعرير بالجزائر. وحسب بيان للوزارة فقد جرى الاستقبال بحضور الأمين العام للوزارة ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعرير. وللإشارة فإن القطة العفوية التي جمعت الشيخ والقط بصلاة التراويح تصدرت الترند العالمي وتناولتها كبرية القنوات والوسائل الإعلامية العالمية، كما كان لها من تأثير كبير على قلوب المسلمين وغيرهم.